السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ فيديو معانا النهارده ومشتريات ماي واي. بقالنا كتير ما اشتريناش من شركه ماي واي. دي مشترياتي في شهر يناير. الاسعار طبعا رفعت بطريقه مبالغه شويه. في شركه ماي واي زيها زي باقي الشركات للاسف، بس احنا بنتكلم ان برضو شركه ماي واي شركه مصريه، فالمفروض برضو يرفعوا الاسعار بطريقه يعني معقوله شويه. بس يلا ربنا بقى يعيننا جميعا على الاسعار والحاجات اللي بقت موجوده دلوقتي. الشركه ما اقدرش استغنى عنها، في بعض المنتجات فيها بحبها وما بقدرش استغنى عنها، ودايما بجيبها لما تخلص. فلو حابه تعرفي انا جبت ايه، وفي منتجات كمان جديده اول مره اجيبها واول مره اجربها، فشوف الفيديو للاخر ويلا بينا نقول بسم الله ونبدا على طول. من الحاجات الجديدة اللي جبتها ولسه نازلة بقى لها شهر كده او شهرين، اللي هي مسكرة الحواجب بيرلي. زمان كانت ماي واي بتنزل مسكرة واختفت كده فترة، بس كان لونها جولد كده، ما كانش نافع للحواجب، يعني كان درجة اللون غريبة جدا. وبعد كده ابتدوا ينزلوا المسكرة الشفافة، ودلوقتي منزلين المسكرة ليها درجتين في الكتالوج يا بنات، بني فاتح وبني غامق. انا جبت اللي هي البني الفاتح، وكودها 8707. تمام. بصوا كده مبدئيا فرشتها اهي. فرشتها بصراحة شكل الفرشة عجبني قوي، صغنون كده وحلو. هي الفرشة بتاعتها يا بنات شعر مش سيليكون، والدرجة اهي جاية على جراي كده شوية، فاتح يعني مش غامق زي البلوند كده. بس ده لونها اهو يا بنات، اهو ده اللون. اه شكل باين واضح كده ان هو خفيف كده. هنشوف برضو على شعر الحواجب هيبقى عامل ازاي، عشان بس ما نتسرعش في الحكم عليها. بقى بتدي لون ولا لا، الثبات بتاعها بتنشف بسرعة ولا لا، الفرشة كمان سهلة في استخدامها في تسريح الحواجب ولا لا. كل دوت ان شاء الله هجربها واقول لكم كل التفاصيل دي. جبت كمان بادي سبلاش او سبراي الجسم او معطر الجسم اسينشال، البرفان الرجالي او كلونيا يعني زي ما نسميها. اسينشال ده برفان رجالي طبعا، من اشهر واحلى وافخم برفانات ماي وير الرجالي، تحفه بجد. البرفان ده يستاهل اكتر من سعره، حلو جدا جدا. وفعلا لو مثلا زوجك اخوكي باباكي حطوا، الناس حرفيا هتساله انت حاطط برفان ايه. فاسينشال ده من ماي واي، تشتريه على طول وانت مغمضه، يعني البرفان اللي بيرضي كل الاذواق. فانا حبيت ان انا اجرب السبراي المعطر دوت. انا جبته لابني عشان تكون الريحه بتاعته اخف شويه. هو مبدئيا حرفيا نفس ريحه البرفان، ولكن الريحه طبعا مش بنفس التركيز اكيد. بس انا عايزه اقول لكم ان احنا ما نرشش الحاجات دي على الجسم مباشره يا بنات، لان بيكون فيها نسبه كحول 70%، فطبعا هتاذي الجلد. فده يا دوب كده يعني ابنك كده ولا او زوجك يعني ياخد الشاور ويرش بقى على الهدوم نفسها. فهنشوف برضو ثباته قد ايه، وهقول لكم كل التفاصيل عنه ان شاء الله. نجيب بقى للبنوتات كمان سبراي كيدي لسه نازل جديد، معطر للجسم برضو للبنوتات الصغيرين. المفروض ان هو مرسوم عليه ولد وبنت، بس لا يا بنات، هو ريحته بناتي. ريحته مسكرة قوي وجاية على توت، فالريحه دي ما تمشيش اولادي خالص، رغم ان باقي المنتجات في كيدي طبعا تمشي اولادي وبناتي، اللي هو الشامبو او الشاور او بديل الزيت. الحاجات دي حاجات تنفع ولد وبنت، لكن السبراي كيدي ده لا، ده بنوتاتي خالص، عشان ريحته شجري قوي مسكره قوي وفيها توت. هجربها برضو اقول لكم. جبنا كمان سبراي فك تشابك الشعر كيدي برضو. انا كلمتكم قبل كده عن بديل الزيت من كيدي، وكلمتكم عن بديل الزيت اللي موجود في شركة ماي واي عموما، وقلت كل نوع يناسب اي نوع شعر، وايه الانواع اللي فعلا طلعت وحشة جدا. روحي اتفرجي على الفيديو هيفيدك جدا. المهم السبراي دوت اول مرة اجيبه هجربه، وهنشوف بقى بيسرح فعلا ويسرلك كده الشعر، وريحته لطيفة على الشعر ولا لا، وبرضو هعمل لكم ريفيو عنه بالتفصيل ان شاء الله. من الاكل بقى، الاكلات جبت خلطه الشاورما يا بنات، ما بستغناش عنها، وقلت لكم في فيديوهات كتير قبل كده، حلوه قوي. تنفع شاورما لحمه او شاورما فراخ.
سيبيها وخلي الحاجة تقعد فيها 3-4 ساعات كده عشان تاخد الطعم منها كويس. انا حبيتها اكتر في شاورما اللحمة عن شاورمة الفراخ، عجبتني اكتر كطعم في شاورمة اللحمة. كمان يا بنات ام علي بالمكسرات كان سعرها في الكتالوج 22 جنيه تقريبا برضو. ام علي من الحاجات الاكلات الحلوة قوي في ماي واي ولذيذة وما بتحسيش كده ان هي معجنة او الطبقات بتاعتها ملزقه في بعض او كده، لا بصراحه حلوه وعلى طول بجيبها وبجيب المكسرات اكتر من القشطه، لان القشطه جبت كمان كابتشينو الكراميل كان نازل عليه عرض. هو العلبة فيها 10 أكياس، بس نخلي بالنا يا بنات ان الكابتشينو او النسكافيه عموما اللي في شركة ماي واي بيكون خفيف شوية، ما بيكونش تقيل زي باقي الشركات. فما تعمليش بقى المج الكبير ده، لا هو عايز مج صغير شوية، عامل كده زي اللي هو البريك في ال50 ده لو تعرفوه، صغنون كده. فهو برضو مش عايز ان انت تعمليه على مج كبير، هتحس ان هو خفيف جدا ومش مستمتعة كده بطعمه. فهو كان نازل عليه خصم كويس، كان بحاجة و30 تقريبا سعر كتالوج. فجبت منه علبة برضو. المشروبات دي الواحد ما بيستغناش عنها في الشتاء وكده. اخر حاجة بقى جبناها اللي هو مشروب الكاكاو اللي هو الشوكليت. جبت بقى الكيس الحجم الكبير، لان ده العشق بالنسبة لي كده انا وولادي. مشروبات بقى تلاقي يدخل في اي حاجة، عايزة كاكاو تلاقي طعمه حلو قوي، والكيس كمان حجمه حلو وموفر. وجبت منه كيسين وهو كان نازل بحاجة و40 في الكتالوج قبل الخصم. بس كده يا بنات، دي كانت كل مشترياتي من شركة ماي واي في أول السنة وفي شهر يناير. هجرب ان شاء الله المنتجات الجديدة ومش هأخر عليكم اذا كانت عجبتني ولا لا. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، ومع السلامة.